ايه هو الدوبامين وازاي الدوبامين قادر ان هو حرفيا يدمر حياتك او ممكن يخليك اكتر انسان ناجح في الدنيا؟ وده لو انت فهمت مخك وتركيبته عامله ازاي هيبقى انت معاك لايف هاك ان انت قادر ان انت تتحكم في كل حاجه في حياتك حرفيا. في العادي انت ما بتعرفش تسيطر على حياتك، ممكن تبقى مثلا مش عارف تنسى حد معين، ما تبقاش عارف ان انت تسيب عاده معينه، ما تبقاش عارف ان انت تنجح بطريقه معينه، في كميه كتب انت حاططها مش عارف تبدا فيها، وفي كميه حاجات انت عايز تعملها في التو دو ليست ما بتبداش فيها، بتبص على نفسك ان انت ما اتحركتش في حته، وفي الاخر تلاقي نفسك انك بتعمل الحاجات اللي انت بتحبها كل يوم وتستمتع بيها. تعمل ايه؟ بتنزل على القهوه، تمسك الموبايل، ترول على الفيسبوك لمده ساعات، تفضل ان انت بتضيع في وقت في اي حاجه، تلعب جيمز، تكلم صاحبتك. طب الكلام ده كله بيحصل ليه؟ هي الفكره ان الحاجات دي كلها مرتبطه بهرمونات السعاده بس باشكال مختلفه، فانت مخك بكل بساطه بيروح للحاجه اللي بتبسطه بسرعه. يعني ايه؟ الدوبامين ده هو هرمون سعاده، وهو الاساس بتاع كل العادات الناجحه او العادات الفاشله اللي انت ممكن تودي نفسك فيها. واحده واحده كده بقى. وازاي الدوبامين بيتفرز؟ عن حاجه من الاثنين، يا اما في وقت قصير قوي بكميه كبيره، يا اما في وقت كبير بكميه قليله. يعني انا عندي دلوقتي نزلت رحت الجيم، عشان انت تشوف نتيجه لجسمك ان هو يتطور بياخد ايام وشهور، فانت بتاخد وقت طويل، ولما بتشوف النتيجه ساعتها ايه اللي بيحصل؟ بتبقى مبسوط. طيب لما انت بتروح جامعه او الكورس اللي احنا فيه دلوقتي، هل انت بتخلصه في ساعه؟ تخلصه في نص ساعه؟ انت بتيجي فترات طويله، انت كل واحد فيكم جاي 4 ساعات مرتين في الاسبوع 40 ساعه عشان تاخد الكورس، فانت بتفضل مركز وبتروح البيت تذاكر وتراجع وتاخد مشوار قد كده، انت بتاخد وقت طويل، فانت بتاخد وقت طويل وبتاخد دوبامين قليل. فهنا ده اللي هو ايه؟ التايم اللي انت بتعمل فيه العاده، وهنا ده اللي هو الليفل اوف دوبامين. فانت في الحاجات دي عموما اللي انت بتديك سعاده، اللي بتخليك ناجح في الحياه، بتعمل ايه؟ بتديك دوبامين قليل، لكن هي بتاخد وقت طويل. كمثال تاني، في الجامعه، المدرسه، تاخد قد ايه سنين في المرحله التعليميه عشان تطلع في الاخر انسان متعلم؟ تاخد سنين. تاخد قد ايه عشان انت في الاخر تبقى خلصت شابتر اللي انت بتذاكر فيه، خلصت كتاب انت لسه فاتحه؟ كل الحاجات دي هي حاجات بتاخد وقت طويل، تديك هرمون دوبامين قليل. يجي بقى الناحيه الثانيه على طول، وهو ان انت عادات معينه انت بتعملها في حياتك بتديك دوبامين كتير قوي وفي وقت قليل جدا. مثال، لعبت كوره مع اصحابك، ما بتكلمش على الكوره اللي بتنزل تلعب فيها فين في الجيم ولا الحاجات دي، لا، انا بكلمك ماتش بلاي ستيشن، فانت لعبت 10 دقايق ولا ربع ساعه وكسبت، انا حققت اشيفمنت، صح؟ نزلت على القهوه ولعبت طاوله، مسكت موبايل ليجند او بابجي ولعبت، انت بتكسب بسرعه في جيم ما بيتعداش ال 10 دقايق او الربع ساعه، وبتاخد كميه دوبامين عاليه جدا في وقت قليل جدا ما بيتعداش الربع ساعه. فهنا ايه اللي بيحصل؟ مخك بيبتدي يقارن، انا ليه اصلا اروح للعادات اللي بتاخد وقت طويل وافضل افرهد في نفسي واتعب، وانا اصلا ممكن امسك الموبايل دلوقتي اسكرول اشوف فيديو يضحكني فيرفع الدوبامين، اكلم صاحبتي يا عم اهزر معاها شويه في التليفون ونخرج كده ونتبسط، انزل اقعد مع اصحابي على القهوه ونعمل اي حاجه ممكن تبسطني. فهنا ايه اللي بيحصل؟ انت الهرمون ده بيأثر على عاداتك، ان انت كل ما انت بتقعد فتره قليله وبتاخد دوبامين عالي، مخك بيقول لك فاكس بقى الحاجات اللي بتتعب وكده وتفرض، يا عم احنا هنقعد قد ايه يعني؟ العمر كام سنه، خلينا نتبسط. بتفضل تعمل كده، في الاخر بعد سنين بتلاقي نفسك ما عملتش اي حاجه، بعد سنين ما قريتش اي كتاب، بعد سنين ما فتحتش اي حاجه او عملت اي اشيفمنتس من اللي المفروض انت تعمله. فالدوبامين هنا هو بالنسبه لك بيتفرز امتى؟ عن طريق اشيفمنت او تاسكات انت بتخلصها، عن طريق انجاز انت عملته. الانجاز ده ممكن انت تاخده من ماتش كوره بلاي ستيشن انت خلصته، او من فيديو جيم، او من اي حاجه مضيعه للوقت انت خلصتها، يديك ليفل اوف دوبامين عالي، فانت بتقول ايه؟ فكك بقى من التاني. فساعتها انت بتلاقي نفسك ايه؟ ما عملتش حاجه، بتعدي السنين وانت ما عملتش حاجه. الموضوع ده ليه بقى توابع تانية كتير، من ضمن التوابع دي ايه؟ جابوا تجربه على مجموعه من الفيران، وايه اللي حصل؟ استفاجئ بقى بالمصيبه بقى، جابوا 4 فيران في 4 مجاميع مختلفه. ايه اللي حصل فيها؟ جابوا المجموعه الاولى، مجموعه رقم A، مجموعه رقم B، مجموعه رقم C، مجموعه رقم D، وحطوا كل فار مختلف مجموعه من المجاميع دي. ايه بقى اللي حصل فيها؟ هنا في عجله كده ورياضه، هنا في اكل، هنا كده في زوجه، وهنا كده في النوم. وجابوا الفار ده دخلوه في المكان ده، وحطوا حاجه بتعمل ستيميوليشن او تحفيز لمنطقه معينه في المخ بتخلي هرمون الدوبامين يتفرز بكميه كبيره. يعني جابوا جهاز كهربائي، حطوا وصله وصلوها في المخ، الزرار يداس، دوبامين يتفرز اكتر، الحته دي تتحفز في المخ، الدوبامين يتفرز اكتر. دخلوا الفار وبدا ان هو يشوفوا عاداته اليوميه بتعمل ايه. الاربعه بيعملوا نفس العادات، بيصحى يروح يلعب رياضه، بيلعب كده في العجله، بيروح ياكل جبنه، بيقعد شويه مع مراته، وبيرجع ينام في المكان بتاعه. ده اللايف سايكل بتاعته لمده اسبوع، وهكذا باقي الفيران كلها. جه اول لما دخل الفار الاولاني، دخلوه عند الجزء الاولاني، اول لما راح عند الرياضه والمشايه قعدوا يكهربوا كتير، فالدوبامين عالي، قعد طول اليوم في الحته دي. طب والفار الثاني، المجموعه الثانيه اول لما عدى بالرياضه، عارفين ان هو المرحله اللي بعدها هيروح ياكل وجعان، فراح ياكل وكهربوه في الوقت ده، بدا يبقى قاعد هناك كتير، ومش كده وبس، بقى ياكل اكتر من الطبيعي. وبعد كده المجموعه الثالثه جابوا اللي هو الفار اللي هو الرياضي، خلاص عدى بالمرحله الاولى، مرحله الاكل، واول لما راح عند الزوجه قاموا قعدوا يكهربوه كتير. المرحله الرابعه نفس الكلام، واول ما راح
صحى عند النوم قعدوا يكهربوه كتير. ايه بقى النتيجه بعد ما فضلوا مكملين كده اسابيع؟ النتيجه كالاتي: الاولاني خالص كان بيلعب رياضه بشكل مستمر زياده عن اللزوم، ما كانش بيروح ياكل غير لما يحس ان هو هيموت من الجوع، فبقى اصلا فت جدا ورفيع. التاني بقى ياكل وينام في نفس المكان، من كتر ما هم بيكهربوه بقى حاسس ان السعاده مرتبطه بهذا الشيء، فبقى ياكل اكتر من احتياجه وبقى تخين جدا، وبقى يفضل ياكل حتى لو شبعان. بسرعه طياره على السوبر ماركت، روح هات لي 5 6 7 8 9 10 علب فول، وهات لي 40 بيضه. وبقى ينام في نفس مكان الاكل، وده اللي ممكن ناس كتير تعمله. انا شبعان بس انا شبعان بس طعم الاكل حلو. الدوبامين مسيطر عليك وانت مش واخد بالك. انت الهرمون ده مأثر على عاداتك انك بتاكل حتى لو انت مش عايز تاكل الاكل ده، حتى لو انت عارف ان ده هيوصلك لجسم انت مش عايزه، فانت بتفضل ايه تاكل حتى وانت مش عارف تسيطر على عاداتك. وجا اللي هو الثالث قعدوا يكهربوه قاعد جنب زوجته بقى ينام هناك، ولا بيروح رياضه ولا بيروح ياكل. وده بنشوفه كتير، تلاقي شاب ماشي مع اصحابه: ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ يا ابني انت قاعد مع اصحابك ايه يا حبيبتي؟ يا ابني ما احنا خارجين مع بعض، كلمها في البيت، يروح يكلمها 5 ساعات، يبقى مع اصحابه يكلمها 5 ساعات، مسيطره على دماغه خلاص، الدوبامين جننه. ونيجي الاخير وهو النوم، تلاقيه على طول واحد قاعد على طول ما بيعملش اي حاجه، كل اللي بيعمله ان هو بينام، اول لما يصحى يقعد على التليفون يفضل يسكرول. طب انت نايم على السرير يا ابني قوم اعمل حاجه، قاعد على التليفون عمال يسكرول، يخلص واتساب، يخلص فيسبوك، يخلص انستجرام، يخلص تيك توك. قوم من على السرير بقى، اعمل حاجه، اشتغل في شغلانه، اقضي مصلحه، روح العب بلياردو اهو، بلياردو زي ده ليه اول لما صحي قعد 2 3 ساعات على السرير ما بيعملش حاجه. اللي التجارب اللي اتعملت على الفئران ده اللي بيحصل في حياتك حرفيا. اللي ما بيقومش من على السرير ده واحد ماسك الموبايل وهو مدمن الموبايل ومدمن الافلام ومدمن الجيمز ومدمن حاجات هو بيستهلكها بالتليفون والقعده على السرير. ممكن يبقى من اول لما صحي لحد ما ينام، لو في يوم اجازه تلاقيه قاعد على السرير ما عملش اي حاجه. وواحد تاني تلاقيه بياكل حتى لو هو شبعان ويفضل مأثر على عاداته حتى لو عارف ان الموضوع ده هيتخنه وهيعمل معاه مشاكل صحيه. وتلاقي واحد عنده كوليسترول وعنده سكر وعنده مشاكل وعنده كل حاجه وتلاقيه بيروح برضه على المطعم ياكل. ونفس الكلام الزوجه، نفس الكلام كل حاجه. فالفكره هنا في ايه؟ في ان انت تبقى فاهم مخك بيشتغل ازاي. كون انك فهمت مخك بيشتغل ازاي، انا عارف ان انا عايز اكل بس انا هروح اكل اكل صحي، لان الاكل الصحي ده انا عارف ان هو هيفيدني قدام، رغم ان الاكل الان هيلثي ده هيكون طعمه احسن وانا عارف ان هو يبسطني اكتر، بس دي سعاده مؤقته، فده دوبامين كتير في وقت قليل، فانا مش هعمل كده عشان اوصل لحاجه تنجحني قدام، مش هاكل الكلام ده وهاكل اكل هنا. نفس الكلام الرياضه، انا عارف ان الرياضه متعبه وهقعد ساعه والكلام ده كله وهاخد دوبامين قليل، بس احسن ما ابقى قاعد في اليوم انتخ ما بعملش اي حاجه. صاحبتي يا عم هي نص ساعه في اليوم هكلمها، مش هقعد اليوم كله سايب اصحابي، سايب الناس، سايب المذاكره، سايب الكلام وقاعد اكلم فيها. ونفس الكلام النوم، ما اقدرش قاعد في الموبايل الكلام ده، انا عارف الكلام ده كله هيبسطني، وقعدتي على الموبايل وقعدتي على الفيديو جيمز وقعدتي ان انا بتفرج على مسلسلات وافلام هتبسطني، بس انا مش هعمل الكلام ده. وان انا هعمل ايه؟ ان انا هسيب الكلام ده وان انا هبتدي ان انا اشتغل على نفسي. طب هنوقف كل الحاجات الحلوه دي؟ لا، اعملها مره في الاسبوع، خلي يوم مخصص، يوم خميس، يوم جمعه، مرتين في الاسبوع اعمل الكلام ده. خليك تاكل، اتمرن، اقعد مع صاحبتك، اخرج معاها مره في الاسبوع، كلمها كل يوم بتاع نص ساعه بس ما تفضلش 24 ساعه بتكلمها، ما تفضلش كل يوم تاكل اكل بالمنظر ده. ده خلاصه الهرمون، هو عباره عن هرمونات سعاده قليله في وقت كبير ولا هرمونات سعاده كتير في وقت قليل. فميك يور تشويس. كده الهرمون ده بيتفرز بس انت اللي بتتحكم فيه.